المصيف كله حضرتك بيتعمل فيه اشغالات، حاجه اسمها اشغال موسمي الاربع شهور بتوع الصيف، وده بمبالغ ماليه. تدفع فلوس مجلس المدينه، حاجه اسمها توريدات، بتورد او بتعمل ممارسه وتدفع لهم فلوس ورسوم في قلب الخزنه، يعني حاجات يعني ايرادات بتخش المجلس داخل المحافظه. دي كلها فلوس داخله البلد، حاجه اسمها صندوق الخدمات. تمام. هو كان حابب يشغلنا على صندوق الخدمات، واشتغلنا السنه اللي قبل اللي فاتت 2013 على صندوق الخدمات. السنه اللي فاتت زي ما قلت لك اشتغلنا بعقد الموسمي اللي هو باليوميه. جم بقى يعني المصيبه الاكبر السنه دي. عملوا بس السنه دي مجلس المدينه باعنا، يعني رمانا، قال لك اخلى مسؤوليته من علينا خالص، وقال لنا البحر اجرناه للمقاول، جه مقاول اخده انقاذ ونظافه. طب ازاي انت تجيب مقاول يشغل شط رجال انقاذ وهو اصلا ملوش في الشغلانه دي؟ تمام. عشان تجيب حد يشغل رجال الانقاذ لازم يبقى بني ادم فاهم. تمام. واحد يكون عارف يعني ايه كلمه انقاذ، يعني ايه روح بني ادم. فالفكره من موضوع المقاول ده مع مدير الشط ومع رئيس مجلس المدينه، كل اللي همهم يوفروا فلوس للمحافظه وللمجلس، على حساب مين بقى؟ ويعملوا صفقه مع المقاول على حساب ارواح البشر، على حساب المصيف اللي جاي يصيف، على حساب البحار اللي بيشتغل زي ما هم بيقولوا هنشغلك ب1500، ولو غرق قدامك بني ادم انت تتحمل مسؤوليته وتدفع ويترفع عليك قضيه قضيه وتقف قدام القضاء وتدفع تعويض للاهالي، لاهل الغريب. يعني انت اللي هتدفع تعويض للاهالي؟ انا اللي هدفع تعويض، انا كرجل انقاذ، غير قدامي حد، سواء بقى انا جبته عايش جبته ميت، سواء هو مات في المستشفى، سواء مات تحت الشمسيه، ما ماتش في البحر، اتأيد عليا غريق، اهله يرفعوا عليا واهله يرفعوا عليا قضيه تعويض، وانا اشيل مسؤوليته. وعلشان خاطر حتى لو هتديني في الشهر 3000 انا ادفع تعويض للغريق 100000 100 ل 150. وغير كده وكده، والمصيبه الاكبر برضه رئيس المباحث يقول لكم كل البحاره ال100 واحد همضوا كل واحد فيهم على اقرار بصوره بطاقته، لو حصل حاله سرقه في المنطقه انت المسؤول، لو حد اتضرب في المنطقه انت كبحار انت المسؤول، حالات تحرش، لو حاله تحرش ومعاكسه انت المسؤول. هو احنا شغالين ايه؟ اي حاجه تحصل حضرتك بما ان انا ايه على البحر، بما ان انا وظيفتي ايه بتحاسب المحاسبه دي. طب احنا كل اللي احنا عايزين نوصل له، احنا ليه المجلس عمل معانا كده؟ بقول لك ده قرار وزاري. اولا معلش مع احترامي لجميع المسؤولين اللي في المصيف، الانقاذ في الشواطئ الثانيه بيبقى عامل ازاي ولا ايه؟ الانقاذ حضرتك عندك في راس البر، هو شركه اللي اخدته، بس الشركه مأمينه على البحار، يصرفوا بدل وجبه بدل ترفيه، والبحار برضه هو اللي بيدفع التعويض مع حضرتك. لا طبعا بدل وجبه بدل ترفيه، بيشتغل ست ساعات، الفتره بتاعته 6 ساعات، هنشتغل 200 و2700 جنيه في الشهر. مفيش حاجه اسمها بقى الغريق تتحمل مسؤوليته. انت كل اللي ليك على البحر انك تبقى متواجد في مكانك مع البرج بتاعك وتغرق تنزل تجيب. مات بقى ده نصيبه وقدره. وهم عامه ان كان في المجلس او ان كان مقاول او ان كان شركه بيعرفوا يسلفوا ورقهم، واللي بيغرق ما بيعرفش يتوب. انت فاهمني؟ ده غرق قبل ميعاد البحار ما يجي، غرق قبلنا، غرق بعد ما احنا روحنا. هم بيعرفوا يصرفوا نفسهم. في كام برج هنا المفروض؟ كام برج انقاذ هنا؟ حضرتك دلوقتي 84 برج. المفروض اللي كان يبقى موجود هنا على الشط 84 رايه. ده في جمصة بس دلوقتي دلوقتي مفيش ولا برج، بحيث ان مفيش ولا رايه. يعني احنا بنخش بالظبط حضرتك 100، ال 84 بيبقوا على الميه على جميع الرايات، كل واحد على العمود بتاعه على الرايه بتاعته. ال 15 او ال 16 الباقيين في حاجه اسمها هنا جيسكي، 4 جيسكي اللي هو الموتوسيكل بتاع الميه ده. الجيسكي ده بيركب عليه 2. الاثنين دولت بيبقوا من ال 14 واحد او 16 واحد الباقيين من النسبه المطلوبه اللي هي ال 100 واحد. طبعا بيجي مثلا يبقى في 10 اسمهم 10 جواله، بحيث لو حد تعب مثلا ده يقف مكانه، حد تعب حد احتياطي. ايوه. فطبعا كل اللي احنا عايزينه احنا ما بنطلبش غير بحقنا. وطبعا على ما سمعنا برضه ان في للمقاول قاعد يجيب قاعد الاتحاد المصري ان هو يجيب 100 بحار. وطبعا الاستاذ سمير صبري رئيس الاتحاد المصري
مسؤولين، ان الناس اللي اللي هم بتوع جمصه دول هم قادرين ان هم يتحملوا مسؤوليه البحر بتاعهم، هم دي ارضهم هم عارفينها. طب هو انتوا اصلا مسجلين تبع اتحاد او حاجه يعني؟ لا طبعا معانا شهادات خبرة انقاذ من اتحاد السباحه والغوص في مصر. تمام. بقالنا 4 سنين الشهادات دي معانا وكل سنه بنجددها. يعني انا راجل، انت بتقول لي انا عايزك يعني تجيب لي شهاده من اتحاد السباحه والغوص في مصر، وكل سنه بيتعمل لي اختبار في البحر ده. كل سنه كل موسم بيتعمل لي اختبار، بيجي اعضاء من اتحاد السباحه والغوص في مصر يجي يختبرونا، وكل واحد بالدرجه بتاعته. طبعا انا ما بعرفش اعوم او بسقط في الاختبار ما بشتغلش. طالما شغلتني يبقى انا راجل كفاءه ومعايا شهاده. مننا اللي معاه شهادته جيد جدا، اللي واخد امتياز، اللي شهادته جيد، اقل واحد فينا جيد. وبعدين احنا اساسا شغلنا، انا من البلد، احنا ولاد البلد كلنا، دي بلدنا، احنا اساسا صيادين، يعني زي السمك في الميه، حافظين البحر زي الارض اللي انت ماشي عليها. صدقني هيجيبوا انقاذ نهري، هيجيبوا جن ازرق، محدش هيعرف ياكل في جو البحر ده غير ابن البلد. جابوا قبل كده حضرتك فرد انقاذ نهري ما قعدوش، ما كملوش هنا فتره اسبوع ومشيوا، ما قدروش يتحملوا مسؤوليه الغرق غير منهم ناس، هم كفرقه انقاذ غير منهم ناس. وبعدين عايز اقول لحضرتك على حاجه، هيجيب فرقه الانقاذ النهاري، شوف بقى معايا، هيجيب لهم سكن منين؟ هياكلهم ازاي؟ مواصلات ازاي؟ انا بوفر لك كتير، انا قاعد في مكاني وفي بلدي وفي بيتي، باجي الصبح من بيتي امضي على قرايتي، اشوف شغلي، اخر النهار بروح بيتي اشطف واغير واكل وانام عشان اصحى الشغل الصبح. انت بقى شوف، يعني بتاع الانقاذ النهري ده لو جاله اقل حاجه عايز لهم 6 مليون في ال4 شهور. انا بقول لك ميزانيتي 840,000 جنيه. طب ده بالنسبه لشغلك في المواسم، الموسم اللي ما بيبقاش فيها صيف بتعمل ايه؟ انا صياد. انا واحمد مثلا، انا واحمد بنبقى شركاء ونطلع نصطاد، ناخد حاجه يعني حته ارض، فدان ارض وبنفحرها حضانين ونربي فيها سمك. احنا بنجيب السمكه من وهي كده لحد ما نوصلها لك انت كده. بس بعد اذن حضرتك برضه يا استاذ محمد، بعدين في حاجه ثواني يا محمد، في حاجه الوقت انا عايزك بس يا ريت تصور كده النهارده 5/6 او 4/6، المفروض تكون الرايات موجوده من قبل، من يوم 29 او 28/5. النهارده ما فيش، النهارده 4/6 حضرتك بتشوف الشط عامل ازاي، بص الشط عامل ازاي، ما فيش فين الانقاذ. انا حضرتك يا استاذ في حضرتك هناك جايه حالات غرق قدامك موجوده قدامك، والله العظيم في حالات غرق، الناس المصيبين الناس تجيبها. طب افرض المصيب ده مش موجود هيعمل ايه؟ ده اكيد هيموت. تمام. ده اكيد هيموت. نطلب الاستغاثه بس وناخد هو شغلنا بقى زي ما هو عايز، والحق بتاع ربنا بس ان هو يجي لنا، بس ان احنا ننزل شغلنا ويعاملونا كمعامله 25 يعني معامله الانقاذ كاي مصيف تاني، يوازونا باي مصيف تاني. من 25 سنه اللي حصلت ولا شفنا اللي حصل السنه دي ده، ان يعلق يافطه على كل كورنيش، على كل مشايه، عدم نزول البحر الفتره الحاليه، ومن يخالف ذلك يتحمل مسؤوليه نفسه. المجلس بيشيل المسؤوليه، يعني بيقول للناس اللي بتصيف اغرق، انت ما تجيش تصيف، انت تيجي تبص على البحر، ما تجيش البحر، نزلت البحر وغرقت، مالناش فين، تحمل مسؤوليه نفسك. امال ايه؟ دي تجربه ارواح البشر. يقول لي ده عشان خاطر ايه؟ اخر رساله عاوز توصلها، الكسب الغير مشروع. اخر رساله عاوز توصلها، اخر رساله عايز اوصلها، بقول لسياده المحافظ وبقول لرئيس الوزراء، يعني حرام، ارواح الناس دي مش لعبه. ان كان علينا يا سياده المحافظ احنا كافراد انقاذ، احنا هنشتغل مش عايزين فلوس، احنا يعني بنبقى مبسوطين وفرحانين ان الناس دي جايه بلدنا، دي بلدي، انا واجهه البلد. تمام. مفيش انقاذ